السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. شوفوا بقى كتاكيتي، احنا النهارده اول الشهر، فقلت امر عليهم واعمل لهم اكله حلوه النهارده. بس ده مش رايي انا بس، كل الناس يعني 3/4 الناس بيبقوا اول الشهر ده تلاقيهم كل واحده بقى تبقى عاوزه تعمل بقى لعيالها ايه احلى حاجه. المهم انا قلت ادلعهم النهارده. بس قبل حاجه قبل كل حاجه يعني تفضلا منكم وليس امرا مني، تدعو لاختي ربنا يشفيها ويخليها لاولادها، واللي او بيشوفني لاول مره يشترك في القناه، ويا ريت اللايك الجميل، يا ريت تدعوا لي انا كمان. شوفوا بقى، انا جبت هنا معلقتين سمنه كده حطيتهم، و يعني هي تعتبر بصلايه كده متقطعه من البصل اللي انا كنت مخزناه في فيديو بتاع بصل للتخزين في الفريزر حلو قوي. اللي بيشوفوني على القناه او اللي اول مره بيشوفوا القناه بخشي اتفرجي عليه، يعني في منتهى الجمال. بينفع في الوقت اللي تكوني انت فيه مستعجله زي الوقت اللي انا فيه مستعجله دلوقتي وعاوزه اخلص الاكل ده بسرعه عشان انزل. شوفوا بقى، انا قلت ايه، حطيت كده البصله. بس في حاجه بقى حصلت في الفيديو ده، بس يعني ايه الناس اللي بتتابعني بقى تسامحني في الحته دي، لان انا بصراحه في حته مونتاج الفيديوهات يعني ايه ساعات بغلط شويه. هتقولوا لي ايه هي، هقول لكم استنوا عليها وانتوا هتعرفوها لوحدكم. المهم كنت عامله الطماطم دي في الخلاط، بس حسيت ان الطماطم كانت ايه، ما كانتش حمرا كده يا عيال، حاسه ان هي كانت ايه، يعني الطماطم ما كانتش حمرا مستويه، كانت يعني خضره شويه. فقلت بقى ايه، اجيب معلقتين صلصه كده احطهم عشان الطبخه ديت لما بتبقى حمرا كده بتبقى حلوه، بتبقى كده. بصوا انا بحب عامه الطبيخ يكون ايه، الطبخه كده تكون محمره كده ومش يعني بحب الطبخ عامه يكون اللي هو بالصلصه احمر. المهم حطيت معلقتين صلصه همت. قلت بقى ايه يا كتاكيتي، انا هعمل لهم النهارده لوبيا باللحمه. بس انتوا هتقولوا انت حطيت البصلايه وحطيت الطماطم، امال فين اللحمه؟ هقول لكم يا عيال، الحته اللي انا حطيت فيها اللحمه اتمسحت مني، ما علينا، ده شويه ملح وفلفل، سامحوني بقى. بس انتوا هتشوفوا اللحمه، ما تقلقوش، اللحمه جايه هتشوفوها، ولو اني اتخميت فيها بس يلا مش مشكله. المهم هسيبها كده على البوتاجاز وايه، وهغطيها بقى ايه تاخد وتدي مع نفسها كده عبال ما اشوف ايه الرز اللي هعمله. ماشي، هو ده غطاها، ده غطاها، صدقوا ايه. يبقى الحله التانيه ايه، على العموم في غلطه دلوقتي انا هعملها، سامحوني عليها. المهم هولع العين التانيه عشان احط عليها ايه، على بال ما هنا التقليه تتظبط اكون حطيت حله الرز. المهم غسلت شويه الرز دول، وكان برضو عندنا شويه شعريه، كنت محمره شعريه كتير، كنت ايه طلعت حبه كده من الفريزر، بينفعوا قوي. البصل بينفع تخزنه في الفريزر، حتى الشعريه لما تحمريها وتحطيها بتنفع صراحه. لان انا نازله رايحه المستشفى دلوقتي، فقلت ايه اخلص بسرعه الاكل. بصوا ادي الشعريه اهي متحمره اهيت مع حبه الرز، وهحطها عليهم. بصوا الاكل ما بياخدش حاجه، عارفه لما تكوني حاجات كده مخزناها في الفريزر بتسهل الدنيا معاكي، بتخلي الدنيا تبقى متسهله، ما بتبقيش تقفي كتير بقى تحمري شعريه ولا لسه تقعدي تقشري البصل. في اوقات ساعات علينا بنكون مستعجلين، يا نازلين، يا الواحد تعبان، اي حاجه، فالحاجات دي كلها بتسهل. لو بتتابعيني بقى لحد اللقطه دي ما تنسيش اللايك وتعليق حلو والاشتراك في القناه اللي اول مره يشوفني. بصوا بقى انا هحط بقى كده الميه، وهسيب بقى ايه، لا حسيت ان هي محتاجه شويه ميه كمان صدقوا. هسيب بقى ايه الرز كده، هسيب بقى الرز كده مع الصلصه كده ايه يتظبطوا، وهياكلوا احلى لوبيا باللحمه. بس لما ارجع يعني انا هخلص الاكل ده بسرعه واطفي عنه، وبعد كده لما نرجع بقى نبقى نغرف الاكل. لان انا بصراحه ادعوا لي في المشوار اللي انا رايحاه ده، وادعوا لاختي ربنا يشفيها ويخليها لاولادها يا رب. بصوا انا هغطي بقى على، بس صدقوا انا عندي عقده من الغطيان بتاعت الحلل. انا دلوقتي هروح بقى ادور على غطا الحله دي، فاللي هيحصل ان انا مش هلاقي غطا الحله كعادتي، هدور عليه. انا كل ده بدور على غطا الحله، على فكره كل ده بدور على غطا الحله، وهروح اجيب غطا مش غطاها عامه يعني. بس انا عاوزه اي حاجه دلوقتي عشان انا مستعجله. بصوا مش غطاه انا عارفه، معرفش عندي عقده من الغطيان. ما بقى المفروض الغطيان دي تتحط في مكان كده، لا انا عندي الموضوع ده مش كده خالص، ولا ده غطاها. فانا هبدل بقى، اخد الغطا ده احطه هنا ظبط الحله،
والغطا ده هحطه هنا، ولو ان ده ما ظبطش الحله بس مش مشكله، على بال ما اروح ادور على غطا الحله اللي هي فيها الصلصه، عشان انا كده حاسه ان البخار كله هيطلع والدنيا هتبوظ معايا. اديني جبت غطا اهوت بتاعها. اما اشوف بقى كده الصلصه دي بقى اللقطه اللي اتمسحت مني. كان نفسي اوريلكم اللحمه وانا مقطعاها كده وانا بحطها، بس يلا مش مشكله. بصي دي بقى لوبيا انا كنت نقعاها من بالليل، وبصوا نقعاها من بالليل وغسلتها وحطيتها كده، لقيتها اقسم بالله مش قادره اقول لكم زبده. بعد ما انا حققتها كده وغسلتها والصلصه استوت واللحمه بقت خلاص، حطيتها عليها وانا كده حاطه لهم الملح والفلفل، وهسيبها بقى كده ايه تستوي كده مع نفسها كده على نار هاديه، على بال ما ايه ما الرز الاخر يستوي ونبقوا كده ايه ظبطنا الغدا بسرعه. لاي واحده بقى موظفه بتبقى مستعجله كده، ممكن البصل تخزنيه في الفريزر، حبه شعريه وتحطيهم، كل ده بينفع يا جماعه لما يكون الواحد نازل رايح مشوار او واحده جايه من الشغل، كل الحاجات دي بتنفع. بصوا الرز اهو استوى. لا الرز اللي بالشعريه ده يا عيال بيبقى مفلفل كده وحلو، شايفين الحلاوه؟ ودي اخد المعلقه دي كده اكلها قبل ما انزل، بس مش عاوزه اكل قبل ما انزل، خلينا انزل كده خفيف ولما نرجع بقى نبقى نحطه كلنا ونتغدى. اما اشوف بقى ايه اللوبيا باللحمه. استنوا كنت بقفل حنفيه الميه، استنوا نشوف اللوبيا. خلاص استوت اهي، والريحه بقى مقولكوش. وانا بقى جايبه لوبيا من واحد عطار يعني بيبيع اللوبيا، مش قادره اقول لكم والله ما بحتاج اغليها، انا انقعها من بالليل في شويه ميه، اجي الصبح الاقيها زبده. الرز ده استوى، ودي ياخد لي معلقه، وادي اللوبيا والغدا خلص. هطفي عنه بقى على بال ما يكون الواد بيجي جه من المدرسه واللي معانا في البيت كده صحصحوا، وانا رايحه المستشفى وراجعه، والحمد لله كده انا خلصت لهم الغدا. بصوا اللحمه اقسم بالله زبده، بس الحته بقى ديت وانا بمنتج مسحتها، فسامحوني بقى يعني، سامحوني عشان انا لما باجي امنتج على البرنامج ده مش عارفه ايه اللي بيحصل لي بصراحه يعني. انا عاوزاكم تسامحوني لما ابقى اشوف برنامج تاني امنتج عليه الفيديوهات، لان انا بصراحه مش عارفه في ايه، مش عارفه. ادعوا لي والنبي ادعوا لي كده ربنا يصلح ما بين ايديا كده ويصلح حالي. انا محتاجه الدنيا بحالها تدعي لي، وربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده وحب يا رب يا رب يا رب.